السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة. اليوم النهاردة يوم جميل جدا وهنعمل شوية حاجات حلوة قوي مع بعض. ربنا يا رب يسعد ايامكم جميعا. بصوا بقى، جايبة شوية فراولة بسم الله ما شاء الله. عسل. عايزين كده دايما نستغل الحاجة في الموسم بتاعها. كل حاجة في الموسم بتاعها بتكون جميلة وحلوة ومسكرة وكمان سعرها حلو وعلى قد الايد. تعالوا بقى اقول لكم الفراوله دي انا هعمل بيها ايه، وكمان اقول لكم سعر الفراوله اللي انا جايباها بكام. اول حاجه هنعمل الفراوله بتاعتنا النهارده مربى. طب انت جايبه قد ايه فراوله؟ جايبه 4 كيلو من الفراوله. جايباها بكام يا مهنا؟ انا جايبه سعر الفراوله دي ب 12 جنيه ونص كيلو. جبت 4 كيلو من الفراوله ب 50 جنيه. قولوا لي انتوا عندكم الفراوله بتتباع بكام اليومين دول؟ بس هي لحد ما سعرها كويس، يعني ده وقتها واوانها وده السعر بتاعها اليومين دول. بصوا بقى ما شاء الله، انا بظبط المربى بسم الله ما شاء الله. هعمل معاكم شويه مربى زي ما انتوا شايفينها كده، الله اكبر. بظبط لونها وطعمها والسكر بتاعها. هقول لكم شويه تفاصيل مش هتلاقوها في اي حته. بصراحه بتطلع احلى 1000 مره من اللي بنشتريها جاهزه. ما شاء الله حاجه كده تحفه جدا. كمان هوزنها معاكم في الاخر علشان نشوف ال4 كيلو من الفراوله طلعوا لنا قد ايه مربى بالظبط. وطبعا عملت معاكم قبل كده كذا مره مربى المشمش وكانت خطيره وتحفه وعجبتكم جدا. وعملنا برضو قبل كده مربى الفراوله، وعملنا كمان مربى التين، وكلهم بسم الله ما شاء الله كل مره بنعمل فيها المربى فعلا بتطلع حاجه وهميه، وبنقدر ان احنا نظبطها كويس جدا وحلو جدا. طب انت دلوقتي عملتي ايه يا مهنا؟ انا كل اللي عملته اني قمعت الفراوله. يعني ايه قمعتيها؟ يعني شلت الورقه الخضراء دي من غير ما اجيب السكينه يمه الفراوله خالص. انا ما ينفعش اجيب السكينه يمه الفراوله، لا اخدشها ولا اقطع الحته اللي فوق دي الخضراء، ولا اجي يمتها بالسكينه، علشان وانا بغسلها هتشرب ميه. الفراوله من الحاجات اللي بتشرب ميه وبتكون يعني بتديها طعم مش حلو، وكمان ميتها بتكون فيها رمل ومش نظيفه، فهي كده هتشرب من ميه مش نظيفه، وكمان حتى لو ميه نظيفه بتديها طعم مش حلو. كمان لما بشيل العلق دون بيسهل لي يعني الغسيل بتاعها، لان العلق ده بيكون شايل زي طينه كده او حاجات مش كويسه، وبيكون شايل وسخه، مش بعرف اغسل فراولايه حلو. فاول حاجه بتقمعيها من غير زي ما قلنا بايديكي، من غير ما تجيبي يمتها اي سكينه خالص. بعد كده بجيب ميه كتير واغسلها فيها حلوه قوي بايدي كده، افضل ادعكها في بعضها، عشان الفراوله من الحاجات اللي بتكون يعني بتبقى عايزه تتغسل كويس جدا. غسلتها مرتين كويس جدا، وتالت مره نقعتها في ميه بشويه خل وسبتها منقوعه لمده تلت ساعه بالظبط. بعد كده عملتي ايه؟ بصوا بقى ميتها، بصوا يعني ميتها بقت نظيفه خالص. اتاكدت ان ميتها نظيفه جدا جدا. وبعد كده بصفيها، بجيب مصفى كده واطلع فيها الفراوله بتاعتي علشان اتاكد ان هي هتنزل منها اي ميه، اي نقط ميه عليها او اي ميه زياده، فلازم نطلعها في مصفى. تمام كده. دلوقتي بقى هنبدا نشتغل فيها، وهقول لكم ازاي المربى طلعت معايا سمكها بيوريه خالص. ويعني بصوا ولا هي خشنه ولا هي ناعمه قوي قوي، وفي نفس الوقت تحسوا كده فيها قوام جيلاتيني كده، يعني تحسوا كده ان هي متماسكه في بعضها. لا يعني مش عارفه والله العظيم اوصف لكم قد ايه جمالها وسمكها وطعمتها فظيعه. بس اقول لكم السر كله، احنا ما استخدمتش لا خلاط ولا هاند بلندر ولا عملت فيها اي حاجه. السر كله في التقطيعه. بصوا كده التقطيعه الرفيعه اللي انا هقطعها دي هي اللي هتخلي الفراوله تطلع بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، اللي هو ولا هي خشنه ولا هي ناعمه زياده عن اللزوم، ولا يعني بصوا مظبوطه. بصوا من الاخر سمكها هيكون مظبوط قوي، وهيكون فيها ايه يعني لزجه كده وفاهميني، يعني تحسوا كده قوام جيلاتيني تحفه كده. ده كله من التقطيع يا جماعه، والله السر في التقطيع الحلوه دي. ربنا يبارك في امي يا رب، هي اللي قالت لي يعني ان انا اقطع الفراوله بالطريقه دي بتكون احلى بكتير. فبصوا بقطعها رفنع زي ما انتوا شفتوني كده، رفيع زي ما انتوا شفتوا كاني بخرطها. بس كده هو ده السر. خلاص خلصنا تقطيعها. نيجي بقى هنا ونظبط السكر بتاعنا. ازاي نظبط السكر بتاعها ويطلع مظبوط؟ بصوا كل فاكهه بتختلف عن التانية. يعني احنا مثلا في مربى المشمش ما بينفعش نقلل في السكر، بالعكس ممكن نزود في السكر شويه، لان المشمش بيكون فيه مزازه. في فاكهه بتكون مسكره زي التين فبنقلل فيها السكر شويه. الفراوله من الحاجات ولا هي بيكون سكرها عالي ولا فيها مزازه عاليه، بتكون وسط، فبنستخدم كميه سكر وسط. طب انا عن نفسي كأم هنا كده بتستخدمي سكر قد ايه يا ام هنا؟ للفراولة بستخدم لكل كيلو من الفراولة 400 جرام من السكر. في ناس بتحب الحاجة سكرها عالي تمام. اقل من كده لا ما ينفعش، لان السكر ده من الحاجات المهمة اللي ما ينفعش نقلل فيها قوي، لان هو اللي بيربط معانا وهو
وهو اللي بيعمل قوام تقيل، وهو اللي بيعمل لنا المربى من الاخر. يعني السكر اساس المربى، هو اللي بيربط معانا. تمام كده. تاني حاجه برضو والنقطه دي مهمه جدا، ان احنا لازم نقلب الفراوله مع السكر كويس جدا، ونسيبها مده طويله في التلاجة، يعني 12 ساعه فيما فوق مفيش اي مشكله، ومش اقل من 6 ساعات، علشان كل ما بتقعد السكر مع الفراوله بيقعدوا اكتر، الفراوله تنزل ميتها مع السكر اللي بيعملوا معانا ماده جيلاتينيه، وهي دي العامل المهم جدا في نجاح المربى. تمام كده. تعالوا بقى هنسيب الفراوله دي بتاعتنا، انا حطيتها في التلاجة تاخد وقتها براحتها خالص، على ما احنا برضو نشوف مصلحتنا. وتعالوا يلا مع بعض نعمل غدا بسرعه جدا. هعمل معاكم غدا بسرعه، وغدا وشتوي، وغدا تحفه وبيدفي، وبصوا بنعشقه في الشتاء. يعني الاكله دي بتهيالي ما بتتاكلش في الصيف خالص، لكن في الشتاء بقى بصوا كل شويه كده قلبنا بينشرح ليها، وهي العدس. بصوا بقى، وانا بسلق العدس بحط معاه بصلايه حلوه، و3 طماطمات كده صغيرين، و4 فصوص من الثوم، وجزرتين 3 جزرات. بصي يعني خليكي كريمه قوي في موضوع الجزر، لان الجزر ده يعني بيخلي العدس جميل. وبصوا يعني اللي ما بيجربش العدس بالجزر يبقى فايته كتير جدا. ومن اهم خطوات العدس ان احنا نقف ونشيل الريم او الرغاوي اللي بتطلع على الوش، دي مهمة جدا عشان تاكلي احلى شوية عدس. بتقفي اول 5 دقايق كده والعدس بيغلي، تقفي جنبه وتشيلي كل الرغاوي اللي بتطلع بالشكل ده. بعد خلاص ما بتشيليها وبيكون العدس على نار عالية، في الوقت ده بقى بتهدي النار وتغطي الغطا بتاعك، وتسيبي العدس بتاعك نص ساعة بالظبط، هتلاقيه استوى على نار هادية. والغطا اهم حاجة تكوني مغطية العدس بتاعك. بتعملي ايه تاني يا ام هنا؟ باخد العدس بتاعي في الخلاط. طبعا لو عندك هاند بلندر حلو جدا، ما عندكيش بتحطيه في الخلاط وبضيف له شويه ميه. طيب عندك بقى شويه شوربه في التلاجة، يا سلام، زودي شويه شوربه كده مع العدس بيخلوه حلو جدا. طب لو ما عندكيش شوربه هقولك انا بحط ايه دلوقتي، يعني علشان نطعم العدس بتاعنا. طب بتصفي لي يا مهنا؟ والله هي دي انا قلت لكم قبل كده، يعني هي عاده فيها، بحب جدا ان انا اصفيه بمصفى ضيقه. بطلع حاجات كده بسيطه، ولكن بكون مرتاحه نفسيا لما بصفيه العدس. شايفين كده بقى، هم دول شويه الحاجات اللي بتطلع من العدس بالشكل ده. تاني في نفس الحله اللي كان فيها، وبحطه علشان ياخد غلوه على النار. على ما هو بيغلي بكون انا جهزت له بصلايه متوسطه، شويه زيت، وهجيب دلوقتي كمان معلقه سمنه او زبده، وبخرط البصلايه كده بسرعه، واحط ايه كمان، شويه شعريه كده صغيرين، يعني 4-5 معالق من الشعريه، مش بكتر قوي. بصوا هنا الاول حطيت معلقه السمنه اللي قلت لكم عليها، هدي البصله تقليبه كده، وبعد كده انزل بالشعريه. بصراحه دي طريقتي في عمايل العدس بتطلع خطيره، والناس بقى اللي جربوا معايا الطريقه دي يا ريت ينزلوا يكتبوا لي ويقولوا لنا بقى ايه رايكم في الطريقه بتاعه ام هنا، لاني انا عاملاه معاكم قبل كده كذا مره. بصوا هنا انا حطيت ايه في الحله ورحت قلبتها، خدوا بالكم كده ركزوا. حطيت مكعب من مرقه الدجاج، وده بيطعم معايا العدس جدا، واديت العدس تقليبه ومستنيه يغلي، وبعد كده هنزل عليه بالبصله اللي هي بالشعريه. طبعا مرقه الدجاج دي بتطعم معايا العدس جدا وبتخليه طعمه حلو. ولو انا عندي شوربه طبعا هستخدمها، لاني بستبعد المرقه، مش بستخدمها غير في الظروف القصوى، او لم انا محتاجاها ما عنديش شوربه ضروري يعني. انما في الطبيعي بصراحة بستبعد المرقة لأنها مش صحية لحد ما. طبعا خطوة البصل مع الشعرية دي تحفة، بيدوا الاتنين طعم جميل لبعض، وكمان بختصر وقت وبختصر مواعين، بختصر حاجات كتير لما اديهم تحميرة مع بعض. وأول ما بنزل بيهم خلاص غلوتين 2 وبطفي عليها. طب ليه تطفي بعد غلوتين؟ أنا مش عايزة الشعرية تستوي غير نص سوا، وأول ما بتقعد في السخونية شوية بتلاقيها كملت سواها، واحنا مش عايزينها معجنة، عايزينها تكون بتندخ كده. يعني بطفي نص سوا. ملحوظة كمان، العدس مش بنحط له اي توابل، هو الملح بس ملح وبس. تمام. هنعمل سلطة سريعة. السلطة دي تحفة، سلطة الطماطم خطيرة، بتبقى عبارة عن طماطم متقطع جوانح، وبصل متقطع جوانح، وبقدونس وليمون وخل وشوية ملح وشوية مية صغيرين، وعملتي احلى سلطة، بتبقى تحفة مع العدس، وطبعا مع المشويات وكده. وبصراحه انا بحبها مع العدس جدا لان فيها بصل. يلا بينا كده نصلي على النبي واحنا شغالين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يعني علشان ناخد حسنات كده مع بعض. يلا بقى وننضف الرخامه، كل حاجه تبقى نظيفه حوالينا، ونقدم الغدا مع بعض. وبصوا بقى لسه يبقى في عشاء وطبعا لسه ما تنسوش المربى، هنكمل المربى. بصوا دول شويه بصل، كنت عامله كشري الاسبوع اللي فات وفاض معايا شويه بصل من الجمال دول، قلت يا جيهم وقتهم. البصل المحمر ده بيكون حلو برضو قوي قوي مع العدس، وكمان اداله شكل حلو وبيديله طعم خطير. بصوا السلطه جميله جدا، وشويه زيتون مخلل بقى، وعيش ملدن كده في الفرن، واي حاجه خضرا عندك ما شاء الله. قدمي الاكل بالف هنا وشفا.
يلا بينا بقى هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. بصوا الفيديو النهارده وفي يعني تقيل وفي شغل كتير. الفيديو النهارده جميل جدا، ده لسه العشاء اللي احنا نعمله، لان احنا بقى في المره دي اتغدينا بدري، وكان يعني انا عارفه ان هم هيجوا على بالليل ويجوعوا، فعملت لهم عشاء بجد اتجننوا عليه، هيعجبكم جدا. بس طبعا هنبدا الاول في المربى ونعملها مع بعض، علشان كمان اللي عايز يكمل معايا طريقة المربى كده، ولو مش عايزين تكملوا العشاء عادي خالص، بس بجد خطير. بصوا بقى، بعد ما بخرج الفراولة بتاعتي من التلاجة ضروري جدا ان انا اقلبها كويس جدا، لاني بيكون في سكر راصب تحت كده او مرقد لتحت، فما ينفعش خالص ان انا اخد الحلة بتاعتي كده واروح احطها على النار، ده غلط طبعا والسكر هيكرمل معايا. فمن اهم الخطوات المربى، خدوا بالكم لازم نقلب المربى بتاعتنا او الفراوله دي حلوه قوي قوي قوي، علشان ندوب اي سكر فاضل او اي شويه سكر كده رصبوا تحت او يعني رقدوا تحت، فنحركهم وندوبهم. بعد كده بقى نتاكد وناخد الحله بتاعتنا على النار، كمان مسحت الجوانب كده من اي حبيبات سكر متنطوره. بعد كده بقى انا بحط الليمون ده من الاول، لان هو الليمون لازم يتحط من الاول علشان المربى تطلع ناجحه معاكي. طب بتحطي قد ايه ليمون يا ام هنا؟ لكل كيلو من المربى نص ليمونه، يعني انا معايا 4 كيلو من المربى هياخدوا الاتنين ليمونه، ليمونتين. وبعد ما حطيت الليمون بقلب بقى كويس جدا. بعد كده بسيب المربى بتاعتي في الاول على نار عاليه، يعني اول 10 دقايق على نار عاليه، وبرضو باخد الرغاوي بتاعتها دي وبشيلها. ولكن ملحوظه مهمه، مش بنفضل طول الوقت نتخلص من الرغاوي اول باول، لا احنا بس في الاول بنشيل شويه رغاوي اللي هم بيبقوا عاملين زي فومي كده كتير، وبتكون كميته كبيره، بنشيل بس شويه في الاول، بعد كده بنتوقف وما بنشيلش رغاوي غير بقى في ايه، في 3/4 السوا كده. نبدا بقى هوريكم دلوقتي الرغاوي بيكون شكلها عامل ايه وبنشيلها، لان لو فضلنا طول الوقت عمالين نشيل في الرغاوي دي فهنقلل من الصوص بتاع الفراوله، وهنقلل كده من الماده الجيلاتينيه بتاعه الفراوله كده، وكده مش هتنجح معانا وهتنشف بسرعه. شايفين بقى في المرحله دي كانت يعني بصيت عليها كنا تقريبا في نص السوا لسه، بس قلت اشيل كمان شويه رغاوي، بس انا مش طول الوقت بشيل في الرغاوي بتاعتي. واهم حاجه ان انا اهدي النار، الفراوله او المربى لازم تستوي على نار هاديه علشان تطلع معاكي حلوه. بصوا كده هنا يعني بديها تقليبه من الوقت للتاني، ما ينفعش برضو تسيبيها وما تقلبهاش. بصوا هنا هختبرها اقول لكم ازاي تعرفوا ان المربى كده خلاص استوت وعقدت، والمفروض ان انت تطفي عليها. بجيب شويه كده من المربى او الصوص بتاعها، بلاقيها لما اعمل بصبعي كده الاقيها ما بتضمش على بعض، ولما اجي اميلها كده اوقعها ما الاقيهاش بتنزل بسرعه وتقع. فكده خلاص المربى جاهزه معايا. تعالوا بقى نشوف مع بعض جمالها. بصوا كده يعني هي بس عشان يعني الاضاءه مش مظبوطه عندي، بس ما شاء الله لونها خطير، كله طبيعي 100%، مفيش اي حاجة مستخدمينها مش طبيعية. بصوا مربى طبيعية 100% بدون مواد حافظة، بقى حاجة كده تأكليها لولادك وانتي مطمنة دي فاكهة طبيعية. انا وزنت البرطمان في الاول وهو فاضي، لقيته ايه 400 ومش عارفه كام حاجة و20 جرام، ولما مليت البرطمان جه معايا كيلو 947. هنشيل 447 كمان، هنشيل ده كله هيتفضل معانا كام؟ كيلو ونص. تمام كده، يبقى البرطمان ده معانا كيلو ونص. خليكم مركزين. بالنسبه بقى البرطمان التاني العلبه معايا 50 جرام، لما وزنتها كيلو 400 حاجه و90، هنشيل الحاجه و90 كمان يبقى كيلو 400. يبقى كده كل المربى طلعت معايا كام؟ طلعت معايا 3 كيلو الا 100 جرام او اقل من 100 جرام كمان، يعني داخله على 3 كيلو. يعني بسم الله ما شاء الله هنقول ده جابت معايا 3 كيلو من المربى، لان كمان ولادي ما شاء الله قعدوا ياكلوا في الفراوله، يعني كلوا شويه حلوين، ربنا يبارك في اولادنا بالف هنا وشفا. فما شاء الله لو هتعملي ال4 كيلو كده فراولة صافي ما شاء الله هيطلعوا معاكي 3 كيلو مربى. شوفوا بقى الكيلو بكام، وشايفين الجمال والروعة، الله اكبر ما شاء الله. بصوا سمكها وجمالها، وزي ما قلت لكم كمان السر في التقطيعة بتاعتها، كمان نسبة السكر مهمة جدا. كمان ملحوظة مهمة جدا عايزة اقولها لكم، المربى معاكي لازم تكون بردت كويس قوي 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 قبل ما تحطيها في البرطمان. لو حطيتيها وهي عملت نسبة بخار في البرطمان ده مش هيخليها تعيش معاكي مدة في التلاجة وهتعمل عفونة. فلازم ان انتي تكوني البرطمان نضيف معقماه ويكون ناشف، والمربى بتاعتك تكون بردت خالص قبل ما تحطيها في البرطمان علشان ما تعملش اي بخار في البرطمان. لونها طبيعي 100%، وسمكها وكل حاجة فيها جميلة. تعالوا بقى نخش على الوصفة اللي بعدها ونشوف ازاي هعمل عشاء بنص كيلو من الدقيق، وازاي هعمل كمية وفيرة
نص كيلو دقيق. عندك نص كيلو دقيق؟ تعالي واعملي معايا. حطيت ايه؟ معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح. تمام كده. هقلبهم مع بعض كويس جدا. بصوا مش هحتاج اي حاجه خالص، يعني ده الحاجات دي 100% عندك، ولو ما عندكيش البيكنج باودر مش مهم، بس بصراحه بيكون حلو قوي. انا اول مره على فكره احط بيكنج باودر في الوصفه دي. معايا بقى مج كبير من الميه الدافيه، وحطيت عليه معلقتين كبار من السكر، ولازم ادوب السكر بتاعي في الميه الدافيه، ما ينفعش احط السكر مع الدقيق علشان ما يخرصش ويعمل حبيبات وما يدينيش عجينه ملساء ناجحه 100%. فضروري ان انا ادوب معلقتين السكر في كوبايه الميه، وطبعا بحط الميه شويه بشويه على حسب احتياج الدقيق لحد ما تكون معايا طريه وملزقه. شايفين هي لسه طريه وملزقه ازاي؟ العجينه بتاعت النهارده عايزاها تكون طريه، ما تكونش يابسه خالص ولا ناشفه. اديت رشه خفيفه خالص من الدقيق ونزلتها على الرخامه، علشان عايزه يعني ايه ادي فيها كده شويه عجن حلو، اعجن فيها شويه حلوين، علشان كل ما بتعجنيها اكتر كل ما بتدي معاكي نتيجه احلى. ما شاء الله العجينه بقت ملساء وحلوه جدا. قسمتها لاتنين، وبعد كده اديت رشه دقيق في الطبق وغطيتها وهسيبها ترتاح 10 دقايق. بعد كده هدي بقى رشة دقيق تاني حلوة كده، واخد النص بتاعي، نص العجينة بتاعتي اللي انا قسمتها، وابدأ ان انا افردها. بصوا كده بعتلكوا الكاميرا اهون عشان تشوفوا كل حاجة وتشوفوا هنوصل النص بتاعنا ده يعني هيبقى شكله قد ايه وسمكه ايه، وهفرده لحد فين. اهم حاجة خليها يعني بيضاوية شوية، ولا هي مدورة ولا هي مستطيلة، تكون كده ايه بيضاوية بالشكل ده. وده سمكها زي ما انتوا شايفين كده، بتكون ايه لحد ما رفيعة. بعد كده معايا سمنة. بصوا السمنة دي بدرجة حرارة الغرفة، يعني بصوا لازم تكون لينة وفي نفس الوقت متماسكة، يعني مينفعش تكون سايحة. طبعا عاملاها اقتصادية جدا وبالامكانيات اللي عندي، وهتطلع خرافية. هورق بالسمنة وهتبقى خطيرة. اهم حاجة زي ما قلت لكم احنا في الشتاء فهي بدرجة حرارة الغرفة بس، لكن لو انتي في الصيف هتحطي السمنة بتاعتك في التلاجة شوية وتخرجيها. بعد ما فردت السمنة بتاعتي على العجينة كلها واتأكدت ان هي كل حتة فيها اتدهنت كويس، ببدأ ابرمها بالشكل ده. بعد ما برمتها بقفل عليها كويس وبظبطها كده، وهبدأ ان انا اقطعها لقطع لحد ما تكون مقاس بعضها. يعني بحط ايدي كده واحاول اقطع مقاسات شبه بعضها. بصوا التوريقه من جوه تحفه. طبعا انتوا عرفتوا يعني ان احنا هنعمل فطير، يعني عايزه اعملها لكم مفاجاه يا ولاد، بس مش عارفه احسن هو ايه، مش فطير زي يعني اللي انتوا متعودين اللي انا بعمله دي، يعني الطريقه دي مش اللي انا بعملها خالص. ده فطير كده بطريقه مزاجيه يعني. اما تحبي كده تفرحي ولادك وتبهريهم وتعملي لهم طريقه مميزه، اعملي الطريقه دي. كمان هي سهلة قوي، يعني لو عايزة تقومي كل يوم تعمليها هتعمليها. بصوا بقى بعد ما قطعتهم التقطيعة اللي انتي شفتيها دي، الصينية بتاعتي حطيت فيها زيت وحطيت القطعة اللي انا قطعتها دي وغطيتها علشان اسيبها ترتاح. سبتيها ترتاح قد ايه؟ 10 دقايق برضو. كل مرة بسيب الحاجة بتاعتي ترتاح مدة 10 دقايق تقريبا. بعد ما ارتاحت باخد كل واحدة وافردها كده، خليها مربعة او مستطيلة، وعلى الرخامة بحط نقطتين 2 بس من الزيت، وببدأ ان انا افردهم كلهم مرة واحدة واحطهم فوق بعض عادي جدا. تمام كده. وبعد ما خلصت كل الكمية ما شاء الله شوفوا كل ده، بقوم ماسكاهم وقلبهم كده علشان ابدأ باللي تحت، يعني ابدأ بالايه بقى باللي انا عملته الاول. تمام. فقلبتهم وخدت بقى من اللي تحت. بعمل ايه؟ باخد كل واحدة احط فيها نص معلقة من السمنة كده، حتة سمنة صغيرة، واقوم مطبقة عليها. بصوا اهو بحط حتة السمنة واقوم مطبقة كده مكوراها بس كده. عايزه اقول لكم حاجه مهمه يا حبيباتي، لو انتوا عايزين يعني نص كيلو دقيق تفردوه كله مره واحده، ما تقسموهوش على 2، هتفرديه كله مره واحده وتعمليه بنفس الطريقه، هيكون حلو جدا. بس بيكون عايز مساحه شغل، يعني عايز معاكي رخامه او مكان يكون واسع بحيث تقدري ان انت تفردي كل الكميه او النص كيلو كله تفرديه في مره واحده وتختصري. حبايبي ام هنا بقى ما تنسوش لايك للفيديو، لايك كتير بقى. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. خلصت كل الكمية. شايفين بقى عدد الفطاير ما شاء الله عدد حلو جدا من نص كيلو دقيق. دلوقتي بقى بغطي بكيس وبسيبهم على جنب علشان يرتاحوا 10 دقايق. وبعد ما بترتاح معايا بجيب بقى الصواني بتاعتي ومش بدهنها اي حاجه، انا يا دوبك بس بجيب السمنه دول الحبه اللي فاضوا معايا اللي انا ورقت بيها، وبجيب بس بسيحهم لان فاض شويه صغيرين فسيحتهم عشان اعرف اعوص ايدي وافرد كده بالشكل ده. وبصوا يا بنات محتاجناش زبده التوريق ولا اي حاجه، وهتشوفوا قد ايه الفطاير دي هتنفخ معانا وهتبقى جميله ومش رقيقه على فكره ولا اي حاجه. كمان الفطاير دي بقى تقدري
ايه تعصيها بالمربى لانها فطاير صغيره مش الحجم الكبير مش اللي هي يعني الفطاير المشلتته. بصوا كده بسم الله ما شاء الله. بصوا في الفرن بتنفخ ازاي ما شاء الله. بصوا بقى بتسوي الفطير بيحب النار العاليه، فبتسوي على نار عاليه وبتحطي تحت خالص في القاع بتاع الفرن، يعني مش بتحطي على الشبكه في النص ولا اي حاجه، لا بتحطي في اول رف تحت خالص، ولما بتحتاج لون بتقيدي الشوايه وبس كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الجمال بجد حلو جدا. هوريكي دلوقتي ازاي مورق جدا جدا. شايفين الجمال عسل الله اكبر خطيره بجد. لا لا بصوا 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 مورقه ازاي، مورقه جدا جدا ما شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو عجبكم. طبعا ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو، ويا رب بألف هنا وشفا لكل اللي هياكل، وربنا يحسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم.